السلام عليكم. اليوم جيت نحضر معكم هاد السوشي اللي كيجي بطريقه رائعه رائعه رائعه. كيجي لذيذ بزاف وكيجي بخبز ديال الطوست، ما غادي نحتاجو فيه حتى شي حاجه من غير المكونات اللي هي بسيطه جدا. وغادي تحضروا معايا هاد السوريمي اللي غادي يعجبكم بزاف. المنظر كيجي راقي وكيجي لذيذ، كيجي خفيف، كيجي بارد. تقدموه المناسبات ديالكم، تقدموه في الشهر الكريم ان شاء الله، تقدموه في اعياد الميلاد. كيجي غزال وزينوه بالطريقه اللي بغيتو باش ما كان كيجي رائع رائع رائع. ان شاء الله تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا معايا الطريقه والمقادير اللي خدمت بها هاد السوريمي. الخبز ديال الطوست فقط اللي غادي نحتاجو فيه، والنتيجه كتجي رائعه. نبداو نشرح الطريقه والمقادير في نفس الوقت. عندي هنا خبز ديال الطوست، وعندي هنايا الكريمه الناعمه، عندنا هنايا بعض الخضروات كما غادي تشوفوا معايا، وعندنا لافوكا. انا غادي نبداو بشرائح ديال الخبز، غادي نقطعوا لها هذاك الطرايف ديالها، نقطعوهم من بعد غادي نسرحوهم مزيان، نرقوهم داك الشرائح، رقوهم مزيان المدلك حتى كيوليو يتطواو معكم. ومن بعد غادي نجيبو كريمه، اما فيلادلفيا او جبن، احسن تكون كريمه هكا ناعمه. وهنا غادي ندهنو داك الشرائح ديال الخبز مزيان. غادي نديرو قطع ديال السوريمي اختياري، هو كيجي مزيان. المهم ممكن ديروا شرائح ديك الرومي المدخن حتى هو كيجي رائع. المهم افكار وصافي. من هنا لافوكا قطعتها قطع رقيقه، وهنا كتزيدوا كتعمروا كديروا شرائح ولا وحده ولا زوج اللي بغيتو. بغيتهم يجوا عامرين غديروا زوج، بغيتهم يجوا شويه خفاف غادي ديروا واحد وصافي. يعني كتلويوهم بطريقه سهله. ممكن تجمعوا زوج طرايف وتمدوهم مزيان باش يجيكم شرائح طويله، او ديروا كما درت انا اذا كل واحد بوحدو وصافي. هكا نكملوا القطع ديالنا. عاوتاني حنايا جبت قطعه اخرى، ونفس العمليه غادي ندهنوهم. الحشوه غادي نبدلوها شويه باش تجينا شويه مغايره. نفس الطريقه كما قلت لكم ندهنوا القطع ديال الخبز ديالنا مزيان بعد ما نكونوا رققناه. ونعمروهم كما غادي تشوفوا معايا في الصوره. ديال قطع السوريمي كيجي به لذيذ. ممكن ديروا قطع ديال شرائح ديك الرومي كما قلت لكم. ممكن ديروا اي حاجه بغيتوها تحمروا بها. المهم الطريقه والفكره كتجي زوينه. هنا درت لك خزبوله قطعتها رقيقه هي والخيار، حتى هما كيجيو زوينين، حتى المنظر ديالهم كيجيو زوينين. وكنعمروا الخبز ديالنا تنكملوا كاع القطع. هنا درت لافوكا، غادي عاوتاني نعمل شويه د الخس. المهم نتوما يعني الحشوه كما قلت لكم اختياريه، ديروا اللي بغيتو، عمروا اللي بغيتو، ونستمروا حتى نكملوا كاع القطع اللي عندنا. ونلويهم طبعا بطريقه اللي هي سهله دغيا كيتلواو معكم لانهم رقاق وكيتجمعوا. نكملوا القطع ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله باش نزينوا ساليناهم كاملين كما كتشوفوا معايا. كنستفوهم في واحد، كنستفوهم وكندهنوهم ديك الكريمه الوجه ديالها باش نزينوهم. ندوزو عليهم كاملين، نديرو عليهم ديك الكريمه. هنايا ممكن هنا في هذه المرحله قبل ما تزينوهم تقطعوا ديك الاطراف باش كتجيو تقطعوهم يجي لكم بشكل زوين. وهنا كنزين عندي هنايا زنجلان ابيض، عندي حبوب الخشخاش، وممكن تزينوا باي حاجه بغيتو. عندي شويه د الربيع، وعندي هنايا الزريعه هكا اللي نزين بها. وزينوا اللي بغيتو بالطريقه اللي بغيتو. المهم الفكره كتجي رائعه، ان شاء الله تكون وصلتكم وتجربوها لانها كتحمر الوجه. كيجيو حتى المنظر ديالهم كيجيو رائعين في التقديم. وما نخليكم الا مع ختام هذا الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم، ونتمنى ان شاء الله تبارطاجيو معايا هذا الفيديو باش يوصل لاكبر عدد وتعمل فائده. وما تنساونيش بالدعم ديالكم دائما. هنايا غادي نقطعوهم كما كتشوفوا المنظر ديالهم من داخل كيجي زوين.